لو دلوقتي كان خدتوا الترند، يعني اديني عقلك، خدتوا الترند بتفاصيلها بنهايتها باولها، بقت الناس الكلمه لدرجه ان عادل امام جابكوا زي كده افيه جوه التجربه الدنماركيه. اديني عقل، يعني خد البرنامج وروحه في التجربه الدنماركيه. ما هو عشان كده احنا يعني لغايه النهارده لما بمشي في الشارع الناس اديني عقلك وفاكرين الحلقات بسبب ان الاستاذ عادل امام لما جابنا في الفيلم، فدي اول كاميرا خفيه على مستوى العالم توثق في فيلم سينمائي. صح، لان هي الإفيه ده بيبقى في الفيلم خلاص بقى كده، بقت الناس عارفه ان كان الفيلم مدى الحياه. صح، في جيل ما يعرفش، ما حضرش البرنامج في رمضان، بس الفيلم لكن موجود، شافوا في الفيلم فعرف ان كان في الوقت ده برنامج كده وانتوا ابطاله، وهو ده الكاميرا خفيه. وكان ايه ظروفه يعني استاذ عادل تابعكوا وكلمكوا وكلم المخرج علشان تبقى موجودين في الفيلم؟ احنا اتفاجئنا في يوم من الايام ان الاستاذ عادل امام كان بيعمل حوار تقريبا مع الاستاذ مفيد فوزي تقريبا، وهو قليل الحوارات جدا. صح، ما بيعملش في حوارات الوقت ده كمان كانت في التلفزيون ما بيطلعش كتير، يعني نهائي كان مقرر ما يطلعش كتير في نهائي، التلفزيون. ما بيعملش حوارات خالص صحيح. نهائي، لا هو ولا الاستاذ عمرو دياب. دول الاثنين كانوا بيعملوا وخدوا فتره توقف كده. نهائي مش هعمل حوارات لانها هتقللني او هقول كلام او ممكن اقول حاجات، يعني كل واحد له وجهه نظر، خدوا يعني موقف كده ومبطلين اللقاء. الاستاذ عادل امام في هذا اللقاء قال انا الاثنين اللي بيجوا بالليل دول بيضحكوني، بتوديني عقلك. صح، مكرم والمملوك دول بيموتوني من الضحك. فجأة الناس انتبهت لجملة الأستاذ عادل، ايه اللي بيضحك؟ نجم نجوم مصر، ملك الكوميديا في مصر. ملك الكوميديا ده الإفيهات كلها من عنده، ده عادل إمام اللي هو لما بيرفع حاجب الناس بتضحك. بالظبط، ده بس يرفع الحاجب الناس تضحك، أو لو دخل ايديه كده في الكالوس الناس بتضحك. ده يعني شوف بقى انتوا اللي ضحكتوه. الكلمة دي راحت مخليها كل الناس تتفرج علينا، وبعدين عرفنا بعد كده انه بيعمل فيلم مع الأستاذ يوسف معاطي وعايزنا في الفيلم معاه نعمل حلقة من الحلقات، وجابنا ورحنا قعدنا معاه في البيت واتفقنا وكنا سعداء. كان السيناريو مكتوب ولا انتوا بدأتوا تخططوا معاه كده ومع المخرج ان انتوا دايما انتوا بتعملوا كنتوا مقلب في الشارع او في الناس عن طريق الإفيه، يعني بيبقى في سكتش كده والناس تخش فيه؟ هنا كان هما بياكلوا في المطعم، هل كان في مثلا مع المخرج او المؤلف قعدتوا تقولوا طب في المنطقة دي ولا المنطقة دي، ولا هو كان مقرر في المطعم شوفوا انتوا تخشوا تقدروا تعملوا ايه؟ لا، هو مكتوب في السيناريو موجود مطعم، بس كان الخلاف على حاجة، هو كان عايز يعمل مطعم حقيقي. وانا قلت له استاذ عادل انا من وجهة نظري بلاش مطعم حقيقي. لان احنا كده اكشن وكده معارك وكده المطعم هيتكسر، انما لو مطعم حقيقي مش هنقدر نصور ولا هنعرف نعمل حاجة وهتبقى خسائر فادحة. بس انتوا كان عندكم الفقرة دي بيتهيألي في البرنامج ان انتوا تقعد عند حد وتاكل اكله. يعني ده انتوا عاملينها بالفعل. كتير وعملنا الحاجات دي كتير، وصندوق على ان في قتيل وواحده متطلقه ومش عارف كان شويه افكار الصراحه. عملنا حوالي ما لا يقل عن 300 حلقه، فما فيش حاجه ما عملناهاش.